اللعبة الحلوة شافت مدافعين أساطير كتير عبر السنين، بس مفيش كتير يقدروا يتقارنوا بباولو مالديني. الراجل ده واحد من أكتر اللعيبة تتويجا في تاريخ الكورة، ووصل لمنصات الكرة الذهبية كذا مرة، وكمان استمر في القمة لفترة طويلة جدا لدرجة إنه كان جزء من 5 أجيال مختلفة في تاريخ إي سي ميلان. وصدق او لا تصدق، مالديني اصلا ما بدأش مسيرته كمدافع. مالديني اتولد في ميلانو ايطاليا، وهناك بدأ وخلص مسيرته الكروية زي اي عيل صغير كان بيلعب كورة في الشارع، ولما بقى عنده 10 سنين قرر يروح يختبر في اكاديمية الناشئين بتاعة اي سي ميلان. ساعتها كان بيلعب جناح ايمن او خط وسط ايمن في خطة 4-4-2، وابهر المدربين لدرجة انهم ضموه للاكاديمية، وهناك كمل في نفس المركز لحد ما بقى عنده 14 سنة. بعد كده اتحول لمركز الظهير الايمن، بس بسبب مهارته في اللعب برجليه الاتنين كان بيعرف يلعب كظهير ايسر كمان. وعند سن 16 سنة لعب أول مباراة ليه في الدوري مع اي سي ميلان، والموسم اللي بعده وهو عنده 17 سنة بس بقى لاعب أساسي في الفريق، ولابس رقم 3 على ظهره، الرقم اللي كان بيلبسه والدو تشيزاري مالديني. وسنة 1988 وهو عنده 20 سنة بس حصل أول بطولة ليه مع اي سي ميلان، وكان جزء أساسي من واحد من أعظم فرق ميلان على مر التاريخ، الفريق اللي اتلقب بالخالدون، وكان بقيادة المدرب أريجو ساكي. وكان فيه أساطير زي ماركو فان باستن وفرانك ريكارد ورود خولت وحتى كارلو أنشيلوتي اللي بقي بعد كده الدون كارلو. وفي السنة دي ميلان استقبل بس 14 هدف في الدوري وحققوا لقب الكالتشيو، ودي كانت البداية الحقيقية لنجاح مالديني. وفي سنة 1989 رفع لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وفي السنة اللي بعدها قدروا هو وزمايله يحافظوا على اللقب ويفوزوا بيه تاني. خلال السنتين دول ميلان كمان كسب السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال، والمفاجأة إنه كان لسه تحت 23 سنة وهو بيحقق كل الإنجازات دي. سنة 1991 مالديني بدأ عصر جديد مع اي سي ميلان، واللي كان مجرد بداية لفصل أسطوري تاني في حكايته مع النادي تحت قيادة فابيو كابيلو. في موسم 91-92 ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي من غير ما يخسر ولا ماتش طول الموسم، وعلشان كده الفريق ده اتسمى بفريق اللامهزومين. الفريق كسر رقم قياسي بعدم الخسارة في 58 ماتش متتالي. الفريق ده كمان قدر يفوز بالدوري 3 مرات ورا بعض، وكمان وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي. وفي 1993 خسروا النهائي قدام مارسيليا، لكن في 94 قدروا ان هم يلقنوا برشلونة درس قاسي وكسبوهم 4-0 في النهائي، وحققوا الثنائية بعد ما فازوا بالدوري مرة تانية بأقوى دفاع في إيطاليا، مستقبلين بس 15 هدف طول الموسم. نهائي دوري الأبطال سنة 94 كان حاجة ضخمة، لأن محدش كان متوقع ميلان يكسب، خصوصا ان برشلونة وقتها كان بيلعب أحلى كورة في أوروبا. فوق ده كله ميلان كان بيلعب من غير نجوم كبار زي باريزي بابان وكوستا كورتا وفان باستن، لكن رغم كل الظروف الصعبة مالديني كان قادر يقود الدفاع ويوقف لعيبة زي روماريو وستويتشكوف من التسجيل، وده كان إنجاز خرافي. دي كانت ثالث مرة مالديني يرفع فيها دوري الأبطال وهو لسه ما كملش 26 سنة. في نفس السنة مالديني ساعد إيطاليا توصل لنهائي كأس العالم، لكن للأسف خسروا قدام البرازيل بضربات الجزاء الترجيحية. ورغم كده كانت سنة عظيمة بالنسبة لمالديني واتكرم عليها جامد، لأنه حصل على المركز الثالث في الكرة الذهبية، وبقى أول مدافع في التاريخ يتم اختياره كأفضل لاعب في العالم من مجلة وورلد سوكر. لكن مالديني ما ريحش على إنجازاته، وفي 1995 قاد ميلان لنهائي دوري الأبطال تاني، لكن للأسف خسروا قدام أياكس بهدف وحيد. وفي نفس السنة مالديني احتل المركز الثاني في الكرة الذهبية. بعد الحقبة الذهبية تحت قيادة كابيلو بدأت فترة من التراجع، لأن الفريق كان بيمر بتغيرات كبيرة والجيل الذهبي بدأ يعتزل، حتى كابيلو نفسه مشي من النادي. ميلان فشل في التأهل لأوروبا موسمين ورا بعض، ولما تأهلوا بعد كده خرجوا من دور المجموعات. بس في أحلك لحظات النادي مين اللي كان قد المسؤولية؟ أكيد هو مالديني، لأنه في سنة 1997 بعد اعتزال باريزي وتاسوتي تم تعيين مالديني كابتن الفريق، وقدر يلهم زمايله ويبدأ رحلة جديدة من النجاح. وفي 1998 مالديني ساعد ميلان يوصل لنهائي كاس إيطاليا، وبعدها في 99 قدر يحقق الدوري مرة كمان. وفي 2000 قاد منتخب إيطاليا لنهائي اليورو، لكن للأسف خسروا قدام فرنسا، وده كان آخر فرصة حقيقية ليه لتحقيق بطولة مع المنتخب. قبل كده قرب جدا من التتويج في كاس العالم لما حقق المركز الثالث في 1990 والمركز الثاني في 1994، لكنه للأسف عمره ما قدر يفوز بأي بطولة كبرى مع إيطاليا. ممكن تقول إن دي كانت الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة في مسيرته الدولية أو في مسيرته عموما. وفي 2002
2000 قرر يعتزل اللعب الدولي، وده معناه انه ما كانش موجود مع المنتخب لما فازوا بكاس العالم 2006. في 2001 زميله السابق كارلو أنشيلوتي بقى مدرب لميلان، وده لوحده بيأكد قد ايه مسيرة مالديني كانت طويلة وعظيمة. أنشيلوتي قاد ميلان لحقبة جديدة من النجاح، ومالديني كان في قلب كل ده. قبل كده كان شريك دفاعي الاساطير زي فرانكو باريزي وتاسوتي واليساندرو كوستاكورتا، لكنه بدأ يكون شراكات دفاعية جديدة مع نجوم زي كافو واليساندرو نيستا، وبعدها يابستان في فترة الألفينات. وفي 2003 مالديني حقق كاس إيطاليا لأول مرة في مسيرته، ورفع دوري أبطال أوروبا تاني. النهائي ده كان مميز جدا لعدة أسباب، لأنه أولا كان أول نهائي أوروبي خالص بين فريقين إيطاليين، ميلان ضد يوفنتوس في الأولد ترافورد. ثانيا مالديني ساعد ميلان يحافظ على نظافة شباكه وتم اختياره رجل المباراة. وثالث حاجة دي كانت أول بطولة دوري أبطال يرفعها كقائد للفريق. وأخيرا واللي يمكن يكون الأهم، النهائي ده كان بالظبط بعد 40 سنة من يوم ما والده تشيزاري مالديني رفع الكاس الأوروبية كقائد لميلان على أرض إنجلترا برضه، كأنها كانت مكتوبة له. بعد الفوز ده ميلان كمان حقق السوبر الأوروبي، ومالديني خلص السنة وهو في المركز الثالث في الكرة الذهبية، ودي كانت المرة الثالثة ليه اللي يدخل فيها ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، وده كان إنجاز ضخم جدا لأي مدافع، لأننا ما شفناش حاجة كده قبل كده. السنة اللي بعدها 2004 مالديني قاد ميلان لتحقيق الدوري الإيطالي، بس المرة دي برصيد قياسي وهو 82 نقطة. وفي 2005 واللي كان ساعتها اتلقب بالكابيتانو قاد ميلان لنهائي دوري الأبطال مرة كمان، وقدر يفتتح التسجيل في أول دقيقة ضد ليفربول، وده بقى أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري الأبطال. مالديني بقى أكبر لاعب في التاريخ يسجل هدف في نهائي دوري الأبطال، لكن كلنا عارفين النهاية. ميلان كان متقدم 3-0 في الشوط الأول، لكن ليفربول عمل ريمونتادا خرافيه وتعادلوا 3-3، وبعدها كسبوا البطوله بضربات الجزاء. لكن مالديني وزملائه كانوا عايزين ياخدوا بطارهم، وده بالظبط اللي حصل في السنه اللي بعدها لما وصلوا نهائي دوري الابطال، والمره دي كان ضد ليفربول برضه، لكن ميلان فاز 2-1 وخد البطوله. والنهائي ده كان مميز جدا لمالديني، لانه بقى اكبر قائد في التاريخ يرفع دوري الابطال وهو عنده 38 سنه، وكمان ده كان النهائي الثامن ليه في البطوله، وده رقم ما فيش اي لاعب في التاريخ قدر يتخطاه لحد دلوقتي. وده دليل على استمراريته في القمه، مش بس كان موجود، لا كمان كان بيقدم مستويات عظيمه لسنين طويله. وده اللي خلى مالديني لاعب استثنائي، لانه جمع بين كل حاجه: قمة في الأداء، استمرارية غير طبيعية، قيادة وتعدد في الأدوار، ونجاح جماعي وفردي، وكمان كان ممتع جدا للمشاهدة. مالديني كمان حطم أرقام قياسية كتير، وفضل يحطم أرقام لحد ما اعتزل. في 2007 بقى أول قائد أوروبي يرفع كأس العالم للأندية، وفي 2009 وهو عنده 41 سنة اعتزل رسميا بعد ما قضى حياته كلها في ميلان، وحقق 26 بطولة خلال 25 موسم. وقت اعتزاله كان صاحب الرقم القياسي لأكتر عدد مشاركات في تاريخ الدوري الإيطالي وفي بطولات الأندية الأوروبية، وكمان أكتر لاعب لعب مباريات مع منتخب إيطاليا، وأكتر قائد مثل إيطاليا في التاريخ. ولحد دلوقتي وهو أكتر لاعب لعب مباريات في تاريخ ميلان، وواحد من القلائل اللي لعبوا أكتر من 1000 مباراة في تاريخ كرة القدم الاحترافية. وبسبب كل اللي عمله مع ميلان النادي قرر يعزل قميصه رقم 3، بس زي ما هو ورث رقم والده تشيزاري مالديني لما بدأ مسيرته، النادي قال انه مستعد يرجع الرقم لو اي حد من ابنائه لعب في الفريق الاول. ورغم ان ابنه دانيال مالديني لعب لميلان وكسب معاهم الدوري الايطالي زي والده، لكنه ما قدرش يحجز مكان اساسي، وبعد كام اعارة النادي قرر يبيعه لنادي سبيزيا في 2024. وعلشان كده الرقم 3 لسه مفيش حد لابسه لحد النهاردة. لكن ايه اللي خلى باولو مالديني لاعب استثنائي غير انه كان موهوب جدا؟ كان عنده 3 حاجات بتميزه عن اي حد تاني: التعدد في الادوار، الاستمرارية، والولاء. زي ما قلنا مالديني كان بيستخدم رجله اليمين والشمال بنفس الكفاءة، وده خلاه يقدر يلعب كظهير ايمن او ايسر، وكان سريع جدا، وكان كمان بيعرف يصنع ويسجل الاهداف، وده خلاه مناسب لاي مركز لعب فيه. ولما كبر وفقد سرعته شويه اتحول لقلب دفاع، لكنه قدر يتاقلم بسهوله. كان ممتاز في التمرير، قوي في افتكاك الكوره، وعنده قدره خرافيه على قراءه اللعب.
ودي مهارات بتأكد انه كان هيبقى عظيم حتى في عصر الكورة الحالي. تاني حاجة الاستمرارية، الراجل ده لاعب كورة وكسب بطولات في 4 عقود مختلفة، لعب جنب انشيلوتي وكاكا، وعشان تبقوا عارفين الفرق بين انشيلوتي وكاكا في العمر هو 23 سنة، وده دليل على استمراريته الأسطورية. واخيرا الولاء، مالديني قضى حياته كلها في ميلان وما فكرش ولا مرة انه يسيب ميلان ويمشي، ولو حسبنا سنين لعبه في فرق الناشئين فهو كان لاعب في ميلان لمدة 31 سنة، بدأ في النادي وهو عنده 10 سنين وخرج منه وهو عنده 41 سنة، وده قمة الإخلاص. حتى بعد ما اعتزل ما سابش النادي، انشيلوتي حاول يضمه معاه في تشيلسي كمساعد مدرب لكنه رفض، وفي النهاية بقى المدير الرياضي لميلان في 2018، وبعدها بسنة اترقى لمنصب المدير الفني. والصفقات اللي شارك في ضمها ساعدت ميلان انه يرجع ويكسب الدوري الايطالي لاول مره من اكتر من 10 سنين. في زمن بقت فيه الكوره تجاره واللاعبين بيجروا على العروض الاكبر، ان مالديني يفضل وافي الميلان لاكتر من 3 عقود في الحلوه والمره دي حاجه تستحق كل تقدير. لكن انت هل شايف ان باولو مالديني هو اعظم مدافع في تاريخ الكوره؟ فين مكانه وسط الاساطير؟ فقول لنا رأيك في الكومنتات تحت، وأتمنى إن تكون الحلقة عجبتكم، واستنونا في حلقات جاية كتير.